رد مغني المهرجانات المعروف باسم مسلم على الجدل الذي أثير مؤخراً بسبب تصريحات البلوجر أروى قاسم، وقال: كنت بعتبر أروى أختي الصغيرة، استقبلتها بأحسن طريقة وبوست إيديها مجاملة وعشان أهرب منها، ومش طبيعي إني أعاكس واحدة في أهم يوم في حياتي، واللي عملته كان بنية صافية، واتصدمت منها لما نزلت الفيديو وطلبت منها إنها تمسحه، لكنها تجاهلت كلامي ونزلته، ما فكرتش إني ممكن أتخانق أنا ومراتي. كمان أكد مسلم إنه ما كانش عازم أروى وإن مفيش أي علاقة بينهم، ولو كان في حاجة بيني وبينها كنت عملتها من بدري، مش هاجي يعني يوم فرحي وأعمل كده. أنا إنسان ملتزم ومراتي يارا عارفة كويس، وما ينفعش أفسد فرحي بالتصرفات دي. دافع مسلم كمان عن زوجته يارا مؤكدا إنها أنقى شخص في العالم وحسنت كتير من حياتي، وهي أغلى حاجة عندي، وبعدتني عن حاجات كتير غلط واللي اتقال عنها كله غلط، ومراتي ما اتجوزتش حد غيري، أنا أول زواج ليارا. ورد مسلم على السخرية من بدلة زفافه مؤكداً إن اختياره للبدلة كان نابعاً من ذوقه الشخصي وحبه كمان للموضة، بعيداً عن محاولات إثارة الجدل. وكان يوم جميل وأنا ما كنتش عايزة أركب الترند زي ما اتقال، أنا مش محتاج ترند وده اختياري وأنا بحب الموضة. القماش بتاع البدلة اللي مش عاجبكم ده شاريينه من فرنسا، والتيشيرت من برادة، وجيت انتقادات كتير بسبب البدلة، وانا شايفها جامدة، وكل الفنانين اللي حضروا فرحنا عجبتهم جدا، واللي مش حاببني ومش عاجباه ببساطة يلغي متابعتي. كمان نفى مسلم ما أشاعته أروى عن اعتداء زوجته أو تعاطيها أي مخدرات، مؤكدا إن يارا من أنظف الشخصيات اللي عارفهم، وكانت بتدافع عن نفسها بعد انتشار إشاعات كاذبة كانت بتربطني بأروى، وأنا ما اعتذرتش لأروى عن تصرفات زوجتي، واللي حصل كان رد فعل طبيعي على محاولة تشويه سمعة عيلتي.